يا هلا ومرحبا فيكم، وابي اسوي معاكم اليوم المدلوقة بالطريقة القديمة. الحين طبعا طوروها وسووا حطوا لها اضافات. انا بسويها بطريقتي الاولية، اللي هي اول شيء جلاس ونص، وعلى حسب كمية الروتي او الصمون او التوست اللي عندكم تحطون الشكر. تقريبا جلاس ونص انا حطيت هني. يتكرمل بالبداية على نار هادية. قلنا هذا اللون المكرمل لا نحرقه زيادة، خليه كذي مكرمل يعني. ونصب عليه الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين اترك الماء يغلي لين الشكر اللي في قاعة الجدر يذوب. هذه مكونات المدلوقة، اللي هو التوست البايت او الروتي اللي عندكم. انا ذاك اليوم سويت بيتزا على نجمة، عرفتوا، وما قطيت بقايا التوست، حفظتهم بالفريزر. اطلعهم وانتفهم كذي بهالطريقة، احطهم في بادية وانتف التوست بهالطريقة هذه. احتاج الجيمر اللي هو القشطة، وعندي للتزيين عاد تبون فستق، ورد محمدي، الفستق المجروش، الناعم، على راحتكم. ونجهز الطبق اللي راح ندلق فيه المدلوقة. بعد ما اتأكدت ان الشكر كله ذاب، راح اخذ التوست وانزله على الشكر المكرمل، وابتدي عاد اخلط فيه، نقعد نقولب فيه. اذا حسيتوا بيها انها يامدة شوي، صبوا عليها شوية ماء عشان تكون لينة. الحين نصب عليها ماي الورد، واللي يحب ماي الزهر يصب عليها. الحين حطيت عليها الهيل ونقولب. بس هذه هي، ترى سهلة جدا، سهلة. وندلقها طبق التقديم. بس بعد ما صبيتها في طبق التقديم انتظر عليها ربع ساعة، وبعدين احط عليها طبقة الجيمر كاملة وازينها. الحين حطيت الجيمر كله او القشطة على ويه، شوفوا صار طبقتين.